يا عيني يا عيني. تعالوا يايا نحضر باشا العيد على الطريقة العراقية. ماما غسلتهم كلهم، كانت منقعتهم تقريبا كل الليل بالمي وحامض وليمندوزي ملح. كانت حاطه هم ورق غار، وهسه غسلتهم كلهم بمي بارد. هنا انا حاطه الكراعين مال بعد ورق غار وفلفل اسود ومستكه. انا حطيت لسان وراح تحط همينه لحم. هذول ماما تخليهم على النار، بعدين ترجع تشيل المي كله وتبدله. طلعت اللسانات كلهم وراح تنزلهم بالجدرية مال كراعين على مود بس يستوون. هذا الجلد كله تشيله. هي تخليهم وحدهم على مود أول غلية، وتبدل المي على مود الزفارة كلها تروح. هسه راح نحضر الحشوة مال الممبار. أول شي نغسل الرز، نخلي التمن حبة طويلة، مو الرز المصري لأنه كله يصير يعني. هذا الرز صار جاهز. ننزل لحم كله مقطع بالايد، كتروا قد ما تقدروا. نخليه ثوم، اوكي، فلفل اسود يكون مثلا فريش انتو طعم اطيب. الباتشا كلها عن ملح وفلفل اسود، يعني لا حد يقول لي حطيتي هوايه. نخلي ملح، بعدين اذا نريد همنا نزيد احنا اخر شي زيت شويه. شايفين المنظر؟ هسه نخبط الحشوة كلياتها. الحشوة صارت جاهزة والممبار جاهزين. هذول كلهم مغسولين ومقلوبين بالعكس. هشيها وارجعها عدل. اني افوت شوية من فوق وابلش احشي لحد ما تنقلب وياي هم صار الهواء. اوكي اني سريع شوفوا الجمال. اوكي الممبار صاروا ريدي. شوفوا اللسانات صارت، طلعناهم كلهم. نشيل الجلد مالته. ما تقريبا كده بتسوي بس تسوي الممبار. شوفوا هنا هسه راح ننزل الممبار. ننزلها بهاي الطريقة. اول شي على مود ما تنفتح ويانا. هسه نخليهم يستوون. almost استووا، واخر فقرة عندنا نذب البصل بيهم. هيك نسوي الباتشا مالتنا. جهز الاكل. اكيد بصل اخضر وحامض ويا الباتشا. جهز الاكل. نخلي اول شي عصرة حامض. البصل الاخضر. Oh my god. Wow, so good.